عايز أحذّر الأمهات من حاجة خطيرة جدًا بنشوفها في الطوارئ وللأسف ما بنلحقهاش عادةً، وهي إن الطفل بيكون بيلعب في الأرض فيلاقي أي حاجة حجمها صغير ويحطها في بُقّه، سواء حاجة بتتاكل أو ما بتتاكلش، لعبة، خرزة، حباية سوداني، حباية لِب، حُمُّص. عايز أقول إن أي حاجة حجمها صغير ينفع تدخل في الجهاز التنفسي وتقفله بشكل كامل، الحاجات دي ممنوع منعًا باتًا إن هي تكون متاحة قدّام الطفل. حتى الناس دايمًا اللي بتصمم ألعاب الأطفال بتبقى حاجات حجمها كبير بحيث إن الطفل ما يعرفش يبلعها أو إن هو ما يحطهاش في بُقّه أصلًا. وبالتالي دايمًا بييجي لنا في الطوارئ طفل شِرِق في حباية سوداني، حباية حُمُّص، خرزة، مش عارف من إيه، حاجة أي حاجة حجمها صغير بتخش بدل ما يبلعها في الجهاز الهضمي بتروح داخلة الجهاز التنفسي عاملة له انسداد بشكل كامل. إحنا الكبار القصبة الهوائية بتاعتنا كبيرة، فلو حصل وشرقنا في حاجة زي كده غالبًا مش بنموت، لكن بيحصل مشاكل في الرئة طبعًا، هي حاجة مش حلوة برضه، حاجة خطيرة، ولكن ما بيحصلش انسداد كامل فبنخش بمنظار ونشيلها، بيبقى في قدامنا فرصة إن إحنا نلحق نعمل حاجة يعني. إنما الطفل الصغير بتخش تقفل القصبة الهوائية الرئيسية، فبتقفل الهوا بشكل كامل، فالأكسجين بيتقطع عن المخ، فبتبقى حالة خطيرة جدًا ويعني نلحقها غالبًا ما بنلحقهاش يعني. فعايز أنبه على الأمهات ما بلاش نسيب حاجة حجمها صغير قدام الطفل، سواء حاجة بتتاكل أو لأ، بذر البطيخ، مش عارف بذر إيه، أي حاجة فيها بذر، أي حاجة حجمها صغير ينفع إن هي تخش الجهاز التنفسي أو حتى الجهاز الهضمي ممنوعة قبل 3 4 سنين. يا ريت تنشروا المعلومة دي لكل الأمهات. شكرًا.